في أول يوم رمضان دخل البيت لوحده. في أول يوم رمضان رجع البيت لوحده. الشقة كانت هادية، مفيش صوت المطبخ ولا ريحة الأكل اللي كانت بتملى المكان كل سنة. أمه كانت دايما أول واحدة تصحيه للسحور، وأول واحدة تجهز سفرة الإفطار. بس السنة دي الكرسي فاضي. قعد على الأرض جنب السفرة الصغيرة وحط طبق فول وعيش وكوباية مية. افتكر لما كانت تقوله: الصيام مش جوع، الصيام رحمة. الأذان رفع من بعيد، مد إيده على التمرة بس وقف. فتح موبايله على آخر رسالة صوتية منها، كانت بتضحك. بكى لأول مرة من شهور. وفي اللحظة دي الباب خبط. جارته الكبيرة في السن كانت واقفة ومعاها طبق شوربة وصحن رز. قالت له: قلت ما ينفعش تفطر لوحدك. ساعتها فهم إن رمضان مش بس صيام، رمضان ناس بتحس ببعض وقلوب بتسند قلوب، ومش كل اللي بيروح بيسيبنا لوحدنا.